مرشحين عسكريين مترشحين لانتخابات البرلمان، رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ الله، انهي برلمان؟ برلمان التريوني ده ناس بتضحك على نفسيها بعد ما عدلوا الماده بتاع البرلمان. لكن النهارده انا ملاحظ فعلا وبحيي حضراتكم انتوا نزلتوا الشارع وبتسالوا السؤال دوت، لان النهارده كل الدول الاوروبيه بتستغل الحدث، لان احنا شايفين بكثافه النهارده ان معظم العسكريين موجودين في الساحه الانتخابيه. طبعا وده يقلل من رئيس الجمهوريه مش يعلي من شأنه. بالنسبه لترشيح عدد من العسكريين السابقين للبرلمان، العسكريين السابقين طالما استقالوا من وظائفهم بيبقوا زي اي مواطن عادي مدني، زيه زي اي مواطن له خلفيه اخرى سواء عسكريه او غير عسكريه. كويس جدا، لان النهارده اصدق مؤسسه لبلادنا قوات مسلحه، فبالتالي خلينا نقول جيشنا اصلا مش عسكر، وبالتالي خلينا نقول الجيش اتدخل في السياسه والحمد لله اصلا ظبطها. الجيش اتدخل اصلا في الاقتصاد ماشي، والحمد لله نجح الحمد لله.